شو سبب الخساره؟ بايش بايش نطالب يطلعون بايش، هذا واقطع. هو اللي خطا بالجول؟ هو اللي خطا. بايش كله صوت بايش والله. اناشد شو اسمه هو؟ زي التحسين، مو زي التحسين، مو صحيح؟ وبايش اهم شيء بايش مناصتكم. بس تعال قل لي ليش؟ ما ادري، صار له ساعه يناشدون جوا طلعوا بايش. يعني انت وياهم؟ وياهم صحيح والله، حكايتهم صحيح. انت شايف البايش؟ لا يا رقمين بس. يمكن 8. لا ما تعرف 8 صحيح والله. ما تقبل كابتن. بس اكو اخطاء، وهاي كرة القدم تصير بها اخطاء، بس احنا فخورين باللي قدموه. مقتنع بالاداء؟ الحمد لله والشكر. ولدنا لعبوا وادوا اللي عليهم، ولا تنسى احنا لعبنا ويا اكبر فريق وماخذ كاس العالم مرتين. سبب الخساره انه الاخطاء ما تتصحح. احنا من التصفيات اليوم هذا نفس الاخطاء، خطا مشترك حارس ومدافع. يعني انت نفس الهفوه سويتها مباراه النرويج، اليوم تغلط نفس الخطا امام فرنسا. زين ابعدها يا اخي، ما اريد تلعب باص، ابعدها. طبعا ما زعلان، احنا نعرف خسرانين، انا جاي اعرف انا خسران، بس احنا ما عندنا حظ ويا الحراس ما ادري ايش بهم، صاهم لاعبتين والله العظيم. بس اكرم هاشم لعب، هذا اكرم هاشم راح نخليه حارس بالاخير. اول شيء احنا غالبين المفروض 4000 صفر. شنو 4000؟ 4000 جول علينا المفروض، لان مستوى اللاعبين العراق المفروض يراد لهم مستوى. شفت المباراه؟ شفتها كلش فاشله. ما مقتنع بالاداء؟ ما مقتنع ابد والله. ومفروض ويا السنغال 10. انت تعرف فرنسا مرشح للقب؟ والله ان شاء الله فوز لهم، بس هذا اللي اقوله. اقصد على الاداء. الاداء ما اقدر تلعب ويا فرنسا؟ ما اقدر اسولف بعد. بالبدايه اتهمنا جلال، واليوم احمد باسل لا. يعني ما اقول لك انا حراسنا باعلى مستوى، بس انه شنو اللي يسويه ذا هو شو مرهق مترتين تقريبا عنه. فبصراحه زي التحسين اذا بعد شاف ساحه هذا يعتبر كفر للكره العراقيه. اي والله الحاد كروي. الاخطاء اللي صارت يعني كارثيه، وسالفه هاي المجاملات والواسطات وما ادري شنو، بس تطلع من الاطار الكروي للعراق والله يصير براسنا. المجاملات مجاملات للاعب، اولهم زي التحسين، ثانيا بايش. يعني بايش اوكي، يعني ما اقول لك اظلم اللاعب واقول لك لا والله هو فاشل لدرجه انه يعني ما يستحق يلعب، بس عنده اخطاء كارثيه، وزي التحسين مجاملات قويه، وهاي سوالف واسطات واحزاب صراحه. المنتخب الفرنسي يعني هو منتخب مرشح للمونديال، فالمنتخب العراقي ما ندب عليه لوم. سمعت بعض الجماهير يقول لك زيد تحسين وميرخاص وكذا وكذا، لا والله المنتخب العراقي ما تحمل اي لاعب الخساره، اي لاعب ما حمل الخساره. المنتخب العراقي قدم مباراه رجوليه وبطوليه بنفس الوقت. يعني زي التحسين من ذيك اللعبه سواله، المفروض ما يشوف المنتخب بعد هسه بهاي اللعبه نفس